الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. متن الرحبية في علم الفرائض للإمام موفق الدين أبي عبد الله محمد الرحبي. المقدمة. أول ما نستفتح المقال بذكر حمد ربنا تعالى، فالحمد لله على ما أنعم حمدا به يجلو عن القلب العمى، ثم الصلاة بعد والسلام على نبي دينه الإسلام، محمد خاتم رسل ربه وآله من بعده وصحبه، ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة عن مذهب الإمام زيد الفرضي، إذ كان ذاك من أهم الغرض، علما بأن العلم خير ما سعي فيه وأولى ما له العبد دعي، وأن هذا العلم مخصوص بما قد شاع فيه عند كل العلماء، بأنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد، وأن زيدا خص لا محالة بما حباه خاتم الرسالة، من قوله في فضله منبها أفرضكم زيد وناهيك بها، فكان أولى باتباع التابعي لا سيما وقد نحاه الشافعي، فهاك فيه القول عن إيجاز مبرأ عن وصمة الألغاز. باب أسباب الميراث. أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. باب موانع الإرث. ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث، رق وقتل واختلاف دين، فافهم فليس الشك كاليقين. باب الوارثين من الرجال. والوارثون من الرجال 10، أسماؤهم معروفة مشتهرة، الابن وابن الابن مهما نزلا، والأب والجد له وإن علا، والأخ من أي الجهات كان قد أنزل الله به القرآن، وابن الأخ المدي إليه بالأبي، فاسمع مقالا ليس بالمكذب، والعم وابن العم من أبيه، فاشكر لذي الإيجاز والتنبيه، والزوج والمعتق ذو الولاء، فجملة الذكور هؤلاء. باب الوارثات من النساء. والوارثات من النساء 7، لم يعط أنثى غيرهن الشرع، بنت وبنت ابن وأم مشفقة، وزوجة وجدة ومعتقة، والأخت من أي الجهات كانت، فهذه عدتهن بانت. باب الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى. واعلم بأن الإرث نوعان، هما فرض وتقصير على ما قسم، فالفرض في نص الكتاب 6، لا فرض في الإرث سواها البتة، نصف وربع ثم نصف الربع، والثلث والسدس بنص الشرع، والثلثان وهما التمام، فاحفظ فكل حافظ إمام. باب النصف. والنصف فرض 5 أفراد، الزوج والأنثى من الأولاد، وبنت الابن عند فقد البنت، والأخت في مذهب كل مفتي، وبعدها الأخت التي من الأب عند انفرادهن عن معصب. باب الربع. والربع فرض الزوج إن كان معه من ولد الزوجة من قد منعه، وهو لكل زوجة أو أكثر مع عدم الأولاد فيما قدر، وذكر أولاد البنين يعتمد حيث اعتمدنا القول في ذكر الولد. باب الثمن. والثمن للزوجة والزوجات مع البنين أو مع البنات أو مع أولاد البنين، فاعلم ولا تظن الجمع شرط فافهمي. باب الثلثين. والثلثان للبنات جمعا، ما زاد عن واحدة فسمعا، وهو كذاك لبنات الابن، فافهم مقال فهم صافي الذهن، وهو للأختين فما يزيد، قضى به الأحرار والعبيد، هذا إذا كن لأم وأبي أو لأبي، فاعمل بهذا تصبي. باب الثلث. والثلث فرض الأم حيث لا ولد، ولا من الإخوة جمع ذو عدد، كاثنين أو ثنتين أو 3، حكم الذكور فيه كالإناث، ولا ابن ابن معها أو بنته، ففرضها الثلث كما بينته، وإن يكن زوج وأم وأب، فثلث الباقي لها مرتب، وهكذا مع زوجة فصاعدا، فلا تكن عن العلوم قاعدا، وهو الاثنين أو اثنتين من ولد الأم بغير مين، وهكذا إن كثروا أو زادوا، فما لهم فيما سواه زادوا، ويستوي الإناث والذكور فيه كما قد أوضح المسطور. باب السدس.
والسدس فرض 7 من العدد، أب وأم ثم بنت ابن وجد، والأخت بنت الابن ثم الجدة، وولد الأم تمام العدة، فالأب يستحقه مع الولد، وهكذا الأم بتنزيل الصمد، وهكذا مع ولد الابن الذي ما زال يخفو إثره ويحتذي، وهو لها أيضا مع الاثنين من إخوة الميت فقس هذين. والجد مثل الأب عند فقده في حوز ما يصيبه ومده، إلا إذا كان هناك إخوة لكونهم في القرب وهو أسوة، أو أبوان معهما زوج ورث، فالأم للثلث مع الجد ترث. وهكذا ليس شبيها بالأب في زوجة الميت وأم وأب. وحكمه وحكمهم سياتي مكمل البيان في الحالات. وبنت الابن تأخذ السدس إذا كانت مع البنت مثالا يحتذى، وهكذا الأخت مع الأخت التي بالأبوين يا أخي التي. والسدس فرض جدة في النسب، واحدة كانت لأم وأب، وولد الأم ينال السدس، والشرط في إفراده لا ينسى. وإن تساوى نسب الجدات وكن كلهن وارثات، فالسدس بينهن بالسوية في القسمة العادلة الشرعية. وإن تكن قربى لأم حجبت أم أب بعدا وسدسا سلبت، وإن تكن بالعكس فالقولان في كتب أهل العلم منصوصان. لا تسقط البعد على الصحيح، واتفق الجل على التصحيح، وكل من أدلت بغير وارث فما لها حظ من الموارث. وتسقط البعد بذات القرب في المذهب الأولى، فقل لي حسبي، وقد تناهى قسمة الفروض من غير إشكال ولا غموض. باب التعصيب. وحق أن نشرع في التحصيب بكل قول موجز مصيب، فكل من أحرز كل المال من القرابات أو الموالي، أو كان ما يفضل بعد الفرض له، فهو أخو العصوبة المفضلة، كالأب والجد وجد الجد، والابن عند قربه والبعد، والأخ وابن الأخ والأعمام، والسيد المعتق ذي الإنعام، وهكذا بنوهم جميعا، فكل ما أذكره سميعا. وما لذي البعد مع القريب في الإرث من حظ ولا نصيب، والأخ والعم لأم وأبي أولى من المذري بشطر النسب. والابن والأخ مع الإناث يعصبانهن في الميراث، والأخوات إن تك بنات فهن معهن معصبات، وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. باب الحجب. والجد محجوب عن الميراث بالأب في أحواله الثلاث، وتسقط الجدات من كل جهة بالأم فافهمه وقسم أشبهه. وهكذا ابن الابن بالابن فلا تبغي عن الحكم الصحيح معدلا. وتسقط الإخوة بالبنين وبالأب الأدنى كما روينا، أو ببني البنين كيف كانوا سيان فيه الجمع والوحدان. ويفضل ابن الأم بالإسقاط بالجد فافهمه على احتياط، وبالبنات وبنات الابن جمعا ووحدانا فقل لي زدني. ثم بنات الابن يسقطن متى حاز البنات الثلثين يا فتى، إلا إذا عصبهن الذكر من ولد الابن على ما ذكروا. ومثلهن الأخوات اللاتي يدلين بالقرب من الجهات، إذا أخذن فرضهن وافيا أسقطن أولاد الأب البواكيا. وإن يكن أخ لهن حاضرا عصبهن باطنا وظاهرا، وليس ابن الأخ بالمعصب من مثله أو فوقه في النسب. باب المشتركة. وإن تجد زوجا وأما ورثا، وإخوة للأم حازوا الثلثا، وإخوة أيضا لأم وأبي، واستغرقوا المال بفرض النصب، فاجعلهم كلهم لأمي، واجعل أباهم حجرا في اليم، واقسم على الإخوة ثلث التركة، فهذه المسألة المشتركة. باب الجد مع الإخوة. ونبتدي الآن بما أردنا في الجد والإخوة إذ وعدنا، فألق نحو ما أقول السمع، واجمع حواشي الكلمات جمعا، واعلم بأن الجد ذو أحوال أنبيك عنهن على التوالي، يقاسم الإخوة فيهن إذا لم يعد القسم عليه بالأذى، فتارة يأخذ ثلثا كاملا
إن كان بالقسمة عنه نازلا لم يكن هناك ذو سهام، فاقنع بإيضاح عن استفهام. وتارة يأخذ ثلث الباقي بعد ذوي الفروض والأرزاق، هذا إذا ما كانت المقاسمة تنقصه عن ذاك بالمزاحمة. وتارة يأخذ سدس المال وليس عنه نازلا بحال، وهو مع الإناث عند القسم مثل أخ في سهمه والحكم، إلا مع الأم فلا يحجبها بل ثلث المال لها يصحبها. واحسب بني الأب لدى الأعداد وارفض بني الأم مع الأجداد، واحكم على الإخوة بعد العد حكمك فيهم عند فقد الجد، واسقط بني الإخوة بالأجداد حكما بعد ظاهر الإرشاد. باب الأكدرية. والأخت لا فرض مع الجد لها فيما عدا مسألة كملها زوج وأم وهما تمامها، فاحفظ فخير أمة علامها. تعرف يا صاحب الأكدرية وهي بأن تعرفها حرية، فيفرض النصف لها والسدس له حتى تعول بالفروض المجملة، ثم يعودان إلى المقاسمة كما مضى، فاحفظه واشكر ناظمه. باب الحساب. وإن ترد معرفة الحساب لتهتدي به إلى الصواب، وتعرف القسمة والتفصيلا وتعلم التصحيح والتفصيلا، فاستخرج الأصول في المسائل ولا تكن عن حفظها بذاهل، فإنهن 7 أصول 3 منهن قد تعول، وبعدها 4 تمام لا عول يعروها ولا انثلام. فالسدس من 6 أسهم يرى، والثلث والربع من 12، والثمن إن ضم إليه السدس فأصله الصادق فيه الحدس. 4 يتبعها 20 يعرفها الحساب أجمعون، فهذه 3 الأصول إن كثرت فروعها تعول، فتبلغ 6 إحدى 10 في صورة معروفة مشتهرة، وتلحق التي تليها بالأثر في العول إفرادا إلى 17. والعدد الثالث قد يعول بثمنه فاعمل بما أقول، والنصف والباقي أو النصفان أصلهما في حكمهم 2، والثلث من 3 يكون، والربع من 4 مسنون، والثمن إن كان فمن 8. فهذه هي الأصول الثانية لا يدخل العول عليها، فاعلمي ثم اسلك التصحيح فيها واقسمي. وإن تكن من أصلها تصح فترك تطويل الحساب ربح، فأعط كلا سهمه من أصلها مكملا أو عائلا من عولها. باب السهام. وإن ترى السهام ليست تنقسم على ذوي الميراث فاتبع ما رسم، واطلب طريق الاختصار في العمل بالوفق والضرب يجانبك الزلل، واردد إلى الوفق الذي يوافق واضربه في الأصل فأنت الحاذق. إن كان جنسا واحدا أو أكثر فاتبع سبيل الحق واطرح المراء. وإن ترى الكسر على أجناس فإنها في الحكم عند الناس تحصر في 4 أقسام، يعرفها الماهر في الأحكام، مماثل من بعده مناسب وبعده موافق مصاحب، والرابع المباين المخالف ينبيك عن تفصيلهن العارف. فخذ من المماثلين واحدا وخذ من المناسبين الزائدا، واضرب جميع الوفق في الموافق واسلك بذاك أنهج الطرائق، وخذ جميع العدد المباين واضربه في الثاني ولا تداهن، فذاك جزء السهم فاحفظنه واحذر هديت أن تزيغ عنه، واضربه بالأصل الذي تأصل وأحص من ضم وما تحصل، واقسمه فالقسم إذن صحيح يعرفه الأعجم والفصيح، فهذه من الحساب جمل على مثالهن يأتي العمل، من غير تطويل ولا اعتساف، فاقنع بما بين فهو كافي. باب المناسخة. وإن يمت آخر قبل القسمة فصحح الحساب واعرف سهمه، واجعل له مسألة أخرى كما قد بين التفصيل فيما قدم، وإن تكن ليست عليها تنقسم فارجع إلى الوفق بهذا قد حكم، وانظر فإن وافقت السهام فخذ هديت وفقها تماما، واضربه أو جميعها في السابقة إن لم تكن بينهما موافقة. وكل سهم في جميع الثانية يضرب أو في وفقها علانية، وأسهم الأخرى ففي السهام تضرب أو في وفقها تمام، فهذه طريقة المناسخة فرق بها رتبة فضل شامخة.
باب الخنث المشكل والمفقود والحمل. وإن يكن في مستحق المال خنثى صحيح بين الإشكال فاقسم على الأقل واليقين تحظى بحق القسم والتبيين واحكم على المفقود حكم الخنثى إن ذكرا يكون أو هو أنثى وهكذا حكم ذوات الحمل فابني على اليقين والأقل. باب الغرقى والهدماء والحرقى. وإن يمت قوم بهدم أو غرق أو حادث عم الجميع كالحرق ولم يكن يعلم حال السابق فلا تورد زاهقا من زاهق وعدهم كأنهم أجانب فهكذا القول السديد الصائب. الخاتمة. وقد أتى القول على ما شئنا من قسمة الميراث إذ بينا على طريق الرمز والإشارة ملخصا بأوجز العبارة فالحمد لله على التمام حمدا كثيرا تم في الدوام نسأله العفو عن التقصير وخير ما نأمل في المصير وغفر ما كان من الذنوب وستر ما كان من العيوب وأفضل الصلاة والتسليم على النبي المصطفى الكريم محمد خير الأنام العاقب وآله الغر ذوي المناقب وصحبه الأماجد الأبرار الصفوة الأكابر الأخيار.